ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده هنعمل تصميم سوشيال ميديا جديد. جت في دماغي نعمل فكرة زي شيبسي كده بطريقة ما. انا مش مجهز حاجة معينة، بس هنخش في الموضوع مع بعض كده ونحاول نبتكر الموضوع مع بعض. طبعا انا ممكن اسيب لكم الستوكس دي في الديسكريبشن، بحيث لو حبيت ايه تشتغلوا منها. ونتوكل على الله. نحط الباك جراوند اول حاجة. تمام. نسحب الهيرو الاولاني. يعني انا بفكر اشتغل او ادمج العنصرين ببعض، تبقى حاجة حلوة يعني. ممكن برضو ايه تشتغل براحتك انت فيهم. يعني انا بحاول اعمل الفكرة اللي في دماغي حاليا. ممكن انت لو عندك وقت تعمل افكار تانية. تمام. عندنا ايه كمان؟ عندنا الاونيون. ممكن نحط الكلام ده برضو تحت على الباك جراوند من تحت كده، وعلى الترابيزة من تحت. طبعا هنرتب العناصر وبعد كده ايه نظبط الموضوع براحتنا. يعني نشتغل عنصر عنصر بحيث ما نلاقيش الدنيا زحمة معانا. نسيف البي اس دي. معانا ايه تاني عناصر؟ معانا مثلا الشيبس ده كده، ممكن نخليه هنا. ومعانا ده. انت كل ما تبتكر كل ما كان معاك وقت كان الموضوع افضل. تمام. ممكن ناخد من ده كوبي كده نقلبه، او ممكن ناخد من ده. اول حاجة نبدأ نشتغل عليها ان احنا نظبط الساتيوريشن او نظبط الكالر مود بتاع الفول بروجكت. ده لذيذ. ممكن نظبط برضو الكيرف شوية. نسحب ده كده. تمام. اول حاجة نيجي نعملها بقى نقسم الحاجات بتاعتنا. ده هيرو. طبعا لازم تعمل جروبز للحاجة اللي تشتغل بيها عشان ما تتلخبطش، يبقى الموضوع بتاعك منسق اكتر. ده الاونيون. تمام. وده الباك جراوند. طبعا احنا معانا شيبسي تاني، بس عايزين نظبط الاول حاجة. اول واحد ده هنعمل اول حاجة ايه، هنيجي على الهيرو ونعمل الشادو بتاعه كالعادة زي ما اتفقنا مع بعض. هندوس نقطة واحدة، نكبر الموضوع كده شوية. ممكن نديله شوية فلور ونلعب شوية في الوورب. ده عادة انا بحب اشتغل كده في الشادوز يعني. تمام. ممكن نيجي نظبط الكيرف شوية للشيبس. يعني الحتت الغامقة تبقى غامقة والحتت الفاتحة تبقى فاتحة. تمام. نيجي على الغامق نقلل شوية opacity، نخليه 5 مثلا. نكبر الكلام ده، نكبر كده شوية. تبدأ تغمق الحتت الغامقة دي. ممكن نزود ده نخليه 10. تمام. تمام. ممكن نقلل opacity ده 0 كده. يعني نحاول نضلع الموضوع. ندي كونتراست
والبرايتنس بحيث نفتح المناطق الفاتحة، ومنها يبقى طبعا الشيب او الحتت اللي هنا. احنا بنقعد نظبط كده الموضوع، وفي الاخر بنظبطه بالفلترز بتاعة البلور بحيث يظبط معانا الموضوع احسن يعني. نيجي هنا برضو نعمل الكلام ده، نيجي على الحرف نعمل الكلام ده. ممكن هنا نظبط شوية الحواف، ممكن هنا تمام. ممكن نيجي بقى بالفلتر بالجايزن بلور، طيب احنا لو ظبطنا عملنا كده شايفه لذيذ شوية. ممكن نقلل الاوباسيتي بحيث ان الموضوع ما يبقاش تمام. هنعمل تاني؟ ممكن نظبط شوية كمان في الشادو اللي تحت. خلي ده 10، كبر كده شوية. طبعا هنيجي هنا وندي جوزن بلور ونعمل ماسك ليه عشان هنمسح الكلام ده كله. خلي ده 100%. تمام. خلي ده كده برضو من هنا شغال. نيجي عند البصل ده برضو نديله الشادو بتاعه. شوية فلو. نيجي نعمل نفس الكلام كده هنا. هنقلل اكتر فلو هنا ونعمل زي الكلام ده. ممكن هنا نظبط شوية الساتيوريشن، حاسس ان البصل ايوه اصلا مش واخدة حقها شوية، ونظبط الكالر بالانس، نخلي الاخضر اخضر، نظبط كده شوية الامور. تمام. ممكن دي نغمقها سنة، يعني شايفها لذيذة شوية. ممكن نعمل ممكن نغمق سنة البصرة نفسها بحيث ان نوصل بحاجة حلوة في الشيب. سكرين 3. تمام. ممكن نعمل كمان؟ ممكن نعمل نجيب الشيب التاني. تمام. هنيجي نعمل الشيب التاني نحطه برضو في جروب ونسميه هيرو 2، ونعمل الشادو بتاعه 100%. ده 100%. نعمل الشادو بتاعه. انت بتظبط الشادو زي ما انت شايفه صح. تمام. هنعمل ماسك عشان نمسح الكلام ده خالص. بتقلل شوية كده الموضوع.
تمام. ممكن هنا نيجي نقلل شوية الفلو ونمسح شوية من هنا، نفس الكلام شوية من هنا، ونعمل بالفرشة الفيدد نخلي ده مثلا 10%، ونغمق الحتة بتاعت الالتصاق نفسها. تمام. حتى هنا ممكن نيجي نعمل نفس الكلام، نكبر كده شوية ونيجي هنا ونعمل كده، هنلاقي الشادو بيظبط معانا واحدة واحدة. ممكن نعمل ايه دي لو جبناها، ممكن نخليها هنا مكانها كويس. كده الهيروز بتوعنا كويسين. في الفيديو ده كمان انا هقولك على حاجة غير ان احنا نعمل التصميم بس، انا عاوز كمان اقولك ازاي بتنسق او يبقى البعد بتاع الايتمز او اللايرز ازاي بتظبطها في التصميم، او المساحة بين كل حاجة وحاجة، وازاي بتلغي وجود المناطق السلبية او النيجاتيف سبيسز. يعني في مناطق مثلا لو فاضية خالص ما ينفعش تسيبها فاضية، علشان دي بتأثر بالسلب على التصميم. في البداية انا دايما في اي تصميم بحب اجي عند قائمة فيو وادوس على نيو جايد لاي اوت، وبخلي الكولم 1 وبخلي الويدث 1. تمام. هعمل حاجة كويسة ان انا بخلي فيه نص سنتي بين كل جنب، يعني انا بخلي الكولم 1 وبخلي الويدث 0، وبنزل تحت ادوس على المارجن وادوس عليها واعلم واكتب 0.5 على الاربع اتجاهات فوق وتحت يمين وشمال، وبدوس اوكي. لو انت اللون ده مش عاجبك بتيجي على التولز بتدوس جنرالز، بعد كده بتيجي عند الجايدز اند جريد، وبعد كده بتحول اللون اللي انت عايزه من هنا. تمام. انا في الغالب ما بحبش ابعد عن المنطقة اللي انا عامل فيها او شغال عليها. يعني مثلا انا هنا في عندي مثلا الشيبس ده طالع فوق شويه، هل يأثر عليا بالسلب؟ مش قوي، ولكن الشغل اللي انا شغال عليه في الاساسي لازم يبقى في وسط الكلام ده، ما يبقاش حاجات على الحرف مهمه، علشان دي بنسميها يعتبر الجريد، او بنسميها المنطقه يعني اللي ما فيهاش شغل، ما بنشتغلش فيها خالص، الاربع حتت اللي فوق واللي تحت واليمين والشمال. تمام. ممكن نعمل ايه كمان؟ تمام. انا شايف ده كده كويس. ممكن نعمل فرق شوية او نظبط اللاير بتاع الاحمر ده، الشيبس الاحمر، نظبط شوية كده الكلام فيه. نيجي عند المناطق الغامقة ونديها غماء اكتر او غميان اكتر. تمام. لما بتهتم شوية بالتفاصيل بتلاقي الفاينل برودكت معاك بيبقى احسن حاجة بصراحة. يعني ما تستخسرش خالص انك انت تعمل حاجة كويسة طالما هتاخد منك وقت، مش مشكلة، اهم حاجة في الاخر توصل بحاجة كويسة. هنعمل ايه؟ ممكن نيجي على الحواف هنا برضو ونبيض الحتة دي، نزود دي شوية، ونيجي هنا نعمل نفس الكلام. خلي المود سكرين، قلل الاوباسيتي. تمام. ممكن نيجي هنا برضو، ممكن هنا، يعني بتظبط الموضوع على قد ما انت تبقى شايفه كويس. يعني حتة البيضة لازم تشبعها بياض، والحتة الغامقة لازم تظبط لها الموضوع ده. تمام. ممكن نفتح البطاطس دي شوية، ونيجي عند الكيرفز ونغمق الحتت دي. تمام. ممكن نيجي فين تاني؟ هنا. تعمل ايه تاني؟ انا مش شايف ممكن تضيف حاجة
زيادة على الديزاين، ممكن تظبط الموضوع اكتر كده. تمام. ممكن نعمل افكت حلو، نعمل 2 layers ونخلي المود بتاعهم سكرين، وناخد من اللون ده هنا ونعمل نقطة كبيرة ونخليه من الجنب. تمام. ونيجي عند النقطة التانية ناخد اللون الأحمر ونعمل نفس الكلام. تمام. ممكن تقلل opacity شوية. تمام. ممكن تعمل ايه تاني؟ نعمل دول effects hide effects. دايما نظم الشغل بتاعك. ممكن بقى ايه تاني؟ ممكن نغمق الباك جراوند من هنا. هنعملها ازاي؟ هنعمل نيو لاير ونعمل ليفلز، نحاول نغمق الباك جراوند شوية. ايوه تمام. بس الموضوع برضو ايه بيبقى احسن لما بتهتم بالتفاصيل اكتر يعني. ممكن في الحتة دي نعمل شادو كبير ماسك الكيسين مع بعض. كبر كده شوية ونعمل هنا شادو. طبعا هنيجي الحتت اللي مش عاوزين فيها الشادو ده ونمسحها. تمام. ممكن تعمل ايه كمان؟ نوقف ده ونيجي هنا وندي واحدة موشن بلور عشان نطير الموضوع ده. يعني انا شايف كده الى حد ما التصميم كويس مش وحش. فكرة بسيطة، انت بتشتغل ببعض العوامل في التصميم بتاعك بحيث تطلع بمنتج نهائي كويس او فاينل برودكت كويس. اتمنى يكون الدرس افادكم. كده احنا انتهينا من التصميم النهارده. يعني شايفه تصميم بسيط، ما خدش مننا وقت كبير. الفكره كلها انت بتحط بعض اللايرز على بعض وبتشتغل بيها. حاجه كان حد طلبها مني برضو، ازاي بيعمل تباعد بين اللايرز، وايه افضل تباعد او ايه الطريقه الصح انك انت تعمل تباعد في التصميم بتاعك. اولا لازم تبقى عامل حاجه اسمها نيجاتيف سبيس، او في المناطق اللي ما ينفعش يشتغل فيها اصلا بتعمل زي ما احنا اتكلمنا، بتعمل جايدز في الاربع اركان تديهم نص سنتي مثلا ما بتشتغلش فيه. ده اول حاجه. الحاجه التانية بتخلي الفوكس دايما على الهيرو بتاعك. انا الهيرو بتاعي هنا هو الاتنين شيبسي، ما ينفعش مثلا اخد الاتنين شيبسي دول واحطهم كده واقول مثلا كده التصميم بتاعي خلص. بالعكس انت حاسس ان كان في حاجه غلط، لكن في مكانه في النص كده بالظبط هو كده واخد راحته او ده مكانه الصح. الحاجه التالتة بتحاول تقسم الحاجات او يعني احنا بنسميها اللايرز اللي بتحلي التصميم زياده زي الشيبس دول. يعني احنا لما ضفناهم ادوا تأثير زياده كويس وعملوا شالوا النيجاتيف سبيس او في المناطق الفاضيه دي ما ينفعش نسيبها فاضيه، فاحنا يعتبر مليناها بشكل كويس. ده برضو تشتغل عليها. والنقطه الرابعه والاخيره ودي لازم تكون انت عارفها، انت لازم يبقى لك منظور في التصميم بتاعك. يعني انت ما ينفعش تاخد مني الكلام زي ما بقولك بالظبط وتقدر تطبقه، لا بالعكس انت ممكن يكون ليك منظور تاني افضل مني تقدر تطبق بيه، بس خلي في عندك حاجات ثابته او عوامل ثابته، وهي انك انت طالما في هيرو في التصميم نفسه لازم تديله الفوكس بتاعه مظبوط، او تديله مكانه لوحده او مكانه في التصميم بشكل صحيح يعني. بس كده يعتبر احنا انتهينا من الفيديو دوت. ان شاء الله ينال اعجابكم. فيديو بسيط مفيش شغل كتير ولكن ادانا شكل نهائي كويس. ولو احتجت اي حاجة زي ما بقولك في كل فيديو ما تنساش تكتب لي في الكومنت انت محتاج تعرف ايه او تفهم ايه، وانا على قد ما اقدر احاول اعمل لك ليه فيديو
او توتوريال ينزل على التشانل عندنا. شكرا.